يأتي أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، عالجت القرآن فلم أستطع، صعب علي القرآن، فعلمني شيء يجزي عن القرآن. فقال له صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فعقدها الأعرابي، عدها بإيده وضمها، ثم صمت قليلا وقال: يا رسول الله، هذه لله فماذا لي؟ فابتسم عليه الصلاة والسلام. قال له: إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال الله: صدقت. فقل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. يقول الله: فعلت. الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وكل عام وانتم بخير، وربنا يا رب يعيد علينا الأيام كلها بخير يا رب العالمين. من أكتر الفيديوهات المحببة لقلبي واللي بستناها من السنة للسنة، فانتوا عارفين يعني أكيد كلنا مش أنا بس، حاجة رمضان وكل ما يخص رمضان. أي جملة فيها رمضان خلاص هي بتسبب سعادة طبيعية ربانية كده لأي حد. ربنا بإذن الله يبلغنا رمضان ويبارك لنا في رجب وشعبان. النهارده كده ان شاء الله هبدا معاكم التفريزات. احنا الفيديو اللي فات قلت لكم ان انا اشتريت طماطم وبصل ووريته لكم، وقلت لكم على الحاجات اللي احنا ان شاء الله ناويين نعملها. النهارده بقى هنبدا نفنن في الطماطم اللي انا اشتريتها. انا اشتريت، عشان الناس اللي ما شافتش الفيديو اللي فات، 15 كيلو طماطم. هقسمهم دلوقتي لاربع اجزاء. تمام، اول جزئين هيكونوا قد بعض، اللي هو كل واحد فيهم 5 كيلو، والخمسة كيلو اللي هو التلت الاخير منهم هقسمه نصين، يبقى 2 كيلو ونص و2 كيلو ونص. يبقى انا كده عندي 4 اجزاء من الطماطم، 5 كيلو 5 كيلو 2 ونص 2 ونص. تمام، دول اول 5 كيلو هغسلهم كويس جدا، وهبدا ان انا يعني انضفهم واشيل منهم الاقماع بتاعتهم واقطعهم مربعات، وهبدا احطهم على النار نعمل منهم صلصه. انا هعمل النهارده ان شاء الله اكتر من صنف من الصلصه اللي بنستخدمها طول الموسم، ويمكن كمان باذن الله تقعد معايا اكتر من رمضان، او على الاقل استخدمهم في رجب وشعبان عادي جدا. يعني انا الحاجات دي حتى لو مش في رمضان، انتوا عارفين الحاجات دي قد ايه بتبقى سهله وبتبسط عليكي امورك وحياتك كلها. المهم ان انا هعمل صلصه اللي احنا بنشيلها عادي جدا في الفريزر متسبكه، صلصه تسبيك تانية حاطين لها المواد الحافظه بتاعتنا اللي احنا بنعملها في البيت عشان نشيلها بره التلاجة، للناس اللي مش بيبقى عندها فريزر ولا دي فريزر تشيل فيه الصلصه بكميات. وهنعمل كمان صلصة البيتزا، وهنعمل بإذن الله صلصة محشي. تمام كده، دي اكتر الاساسيات اللي بنحتاجها. وطبعا انا مراعيه المره دي ان انا ابلغكم بالتكلفه، عشان اي حد لسه ما اشتراش ما فرصش يبقى عارف التكلفه معايا قضيت كام، او هتبقي عارفه كل فيديو لو انا بسجله وبوريكي فيه الافكار تبقي عارفه ميزانيتك لو حبيتي تشتري كميات هتعمل معاكي قد ايه. طبعا انا ضربت الطماطم كلها في الهاند بلندر بعد ما سبتها تستوى على نفسها بنفس الميه بتاعتها، ما حطيتلهاش ميه اضافيه ولا اي حاجه، هي بالميه بتاعتها كده فضلت تغلي لحد ما الطماطم استوت تماما. بنضربها في الخلاط في الهاند بلندر. طبعا لازم تسيبيها تبرد تماما عشان نشيلها في الفريزر، ودي اول صلصه متسبكه اي حد يقدر يعملها، لان هنشيلها في الفريزر وده هتكون اسلوب الحفظ بتاعنا التجميد بس. مش محتاجه اي اضافات، مش محتاجه ان انت تحط لها اي مواد حافظه، مش محتاجه تحط لها منكهات. انا ما حطيتش لا بنجر ولا فلفل الوان ولا حطيت اي حاجه من الحاجات دي خالص. اعتمدت على الطماطم، كانت حمرة حلوه وما حسيتش ان انا محتاجه ازود لها في اللون. البنجر بصراحه انا بقيت استبعده تماما عن اضافاته في الصلصه، بيغير لونها، ما بيخليوش الاحمر الزاهي بتاع الطماطم، بيخليها قلبة على فوشيا او على يعني لون مش بتاع الطماطم خالص. طبعا حاجه اختياريه تماما للي حابب يضيفه او لا، مفيش مشكله. المهم ان انا بعد ما ضربتها في الخلاط او في الهاند بلندر حطيتها كده في الكوبايات اللي بتتباع الواحده بنص جنيه تقريبا عند اي حد بتاع اكياس، ودخلتها الفريزر على طول. ببقى مفضيالها مكان، واول ما بتتجمد معاكي تقدري تنقليها، تقلبيها، تنيميها، توقفيها براحتك. يعني اهم حاجه بس وهي بتتجمد تبقى على مكان مستقيم عشان تتجمد بنفس الشكل اللي انتوا شفتوه ده. تعالوا بقى نعمل الصنف التاني، وهو صلصة المحشي، تسبيكة المحشي اللي احنا ما بنستغناش عنها ابدا. وطبعا في رمضان احنا بنبقى محتاجين منها، يعني على الاقل 3-4 مرات في رمضان، ان ما كانش كل اسبوع مرتين بنعمل محشي مثلا. فعلى حسب طبعا كل بيت وكل اسره متعوده على ايه. انا هعمل كميه تناسبني تسهل عليا مش اكتر، لكن يعني انا اصلا يعني بقيت مقله في عمايل المحشي، لكن في رمضان بيبقى استثناء.
المهم انا ضربت 1.5 كيلو من البصل، فرمته ناعم ونزلت بكميه حلوه من الزيت في حله تكون واسعه شويه، عشان هنبدا نسبك او نقلي البصل وبعد كده نسبك عليه الصلصه. الطماطم اللي هعمل بيها صلصه المحشي ما سويتهاش على النار في البدايه، انا هضربها في الخلاط زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي، وهي طماطم صحيحه من غير ما اسويها على النار. ده استسهال، وفي نفس الوقت احنا مش محتاجين ان احنا نسويها ولا حاجه، هي هتستوي دلوقتي معانا في الصلصه او في سوري في البصل، فاحنا مش محتاجين خطوه تسويتها على النار. انا هحطها في الخلاط، قطعتها طبعا وشلت منها العنقود وكل حاجه، بس انا جيت اضربها في الخلاط محتاجه شويه ميه صغيرين قوي، ما تزوديش في الميه ولا تبالغي، عشان احنا مش عايزين كميه سوائل كتير عشان ما تقعدش معاكي على النار كتير تتسبك وتستوى وتقل تركيزها. تمام كده. هي الازازه الصغيره بتاعت الميه المعدنيه دي قضت معايا 2.5 كيلو ضربت بيهم في الخلاط، حاجه بسيطه جدا جدا. في كل مره بضرب في الخلاط لحد ما خلصت كميه 2.5 كيلو للطماطم اللي هنعمل بيها تسبيكه المحشي. حطيت ايه بقى على 1.25 كيلو من البصل دول؟ حطيت عليهم معلقه كبيره من الصلصه الجاهزه المعلبات، معلقه او معلقتين براحتك، حطيت معلقه سكر كبيره، حطيت معلقه ملح كبيره، ومعلقه فلفل اسمر كبيره، بس كده. طبعا دي مش الاضافات النهائيه لبهارات المحشي، بس دي لازم احط على البصل عشان ينزل ميته، يتشوح معايا كويس، يبقى يعني صفيته من الميه كده وهو بيتحمر خلاص. واول ما احس ان تحميرته بقت مرضيه جدا بالنسبه لي، انزل عليها بالدورق الطماطم اللي احنا ضربناه في الخلاط، ويفضل بقى يغلي مع بعض. البصل هيستوى، الصلصه هتبدا تتسبك. انا مش بطفي عليها غير لما يبدا الدهن او الزيت بتاع الصلصه يبان على وشها من فوق، يعمل كده زي وش من الزيت كده، بعرف ان تسبيكتها بقت تمام جدا. اطفي عليها، اسيبها تبرد، واعبيها بقى في كوبايات، في اكياس، يعني المتاح بالنسبه لك. مش قادره اقول لكم ريحتها بتبقى عامله ازاي. طبعا الناس اللي بتحب تحط توم، كمون، الحاجات الاضافات اللي انتوا بتحبوا تحطوها على المحشي حطوها برضو مفيش مشكله، او لو عايزه تضيفيها اثناء حشي المحشي نفسه برضو مفيش مشكله خالص. انا عملت البيزك الاساسي لصلصه المحشي المتسبكه وبس كده. انا بحطهم كده في اكياس عشان اميز، لان طبعا لو حطيت كل حاجه في كوبايات ممكن ما اعرفهمش من بعض الا بالليبل بقى لو انا حطيت ليبل. تمام. بس انا حبيت اخلي كل حاجه ليها تغلفتها او ليها التعبئه بتاعتها تكون مختلفه عن غيرها. حطيت في اكياس كده تقريبا 4-5 كبشات، ودي تكفي معايا حله مش كبيره، يعني ان انا اطلع الصلصه دي على 2 كوباية رز، على 1 كوباية واحده مليانه من الخضره، وتمام كده هيبقى خلاص المحشي بتاعي بقى جاهز. بس هيعمل معايا حله زي ما قلت لكم متوسطه مش كبيره. طبعا كل بيت على حسب استخدامه، فممكن تزودي الكميه في الكيس، او لو انت هتعملي اكياس صغيره زي دي طلعي كيسين لكل حله كبيره وهيبقى ممتاز جدا. هنا بقى على الليبل ده حطيت كلمه محشي عشان برضو لعل وعسى اتلخبط او انسى، فحطيت كده اسمه عشان لما ارجع تاني اسحب من الفريزر ابقى عارفه ان اللي في الاكياس ده محشي، اللي في الكوبايات ده صلصه متسبكه عاديه بتاعه طبخ، وهكذا. طبعا البرطمانات اللي شايفينها قدامي دي هقول لكم دلوقتي على طريقتها، لان احنا يعني شغالين خطوه خطوه، لان انا كنت ايدي في كل ده مع بعض يعني انا حطيت الطماطم كلها مره واحده على النار، كل حاجه في حلتها. فطبعا عشان ابقى مرتبه اكتر معاكم فصلت كل وصفه لوحدها. المهم اخدت هنا كمان 5 كيلو من الطماطم. تمام كده. هنعمل بيهم دلوقتي الصلصه المتسبكه بالمواد الحافظه البيتي اللي احنا بنشيل فيها حاجتنا بره التلاجة وبره الفريزر، فبنحطها في برطمانات المعتاده اللي احنا دايما بنعملها مع بعض. 5 كيلو قطعتهم طبعا بعد الغسيل، وابتديت ان انا اسيبهم على النار يستووا بالميه بتاعتهم. تمام. اول ما استوت معايا فضيتها في الخلاط عشان انا عايزاها مضروبه ضرب ناعم. الهاند بلندر عندي بيضرب كل حاجه، بس هو يعني بيضرب خشن شويه، فضربتهم في الخلاط احسن، وصفيتهم بالمصفى لان انا محتاجه ان هم يكونوا ناعمين. طبعا التصفيه دي خطوه اختياريه ما فيهاش اي مشكله خالص، لو انت ما صفيتيش مش هيجرى حاجه نهائي، بس يعني انا بحب الحاجه تطلع بقى يعني في الوصفه دي بالذات تطلع مظبوطه. فصفيت الكميه بتاعتي كلها وضربتهم على مرتين. وطبعا يعني انا مش بتخلص من الميه اللي الطماطم نزلتها في السلق بتاعها، بستخدمها عادي وبرجع اسبكها لحد ما تتركز معايا وتنخفض منها كميه السوائل اللي فيها. بعد ما صفيتها بالشكل ده هرجع احطها على النار تاني الكميه كلها واسيبها تتسبك. وطبعا اثناء الغليان بتاعتها هنبدا نحط لها الاضافات بتاعتها اللي احنا محتاجينها.
عشان تحافظ عليها بره التلاجة مدة كبيرة من غير ما يحصل لها اي فساد من اي نوع ان شاء الله. في نفس الحلة كده نزلت بالصلصة بتاعتي وسبتها زي ما قلت لكم تغلي على نار عالية، واول ما بدأت تغلي تاني نزلت عليها بقى بالاضافات بتاعتنا اللي هتحافظ عليها بره التلاجة مدة كافية جدا. حطيت على كل كيلو من الطماطم معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الزيت. طبعا المقادير دي اكيد حفظتوها معايا على مدار السنين اللي فاتت بنعملها مع بعض. طبعا ايا كانت كمية الطماطم اللي انت عايزة تشيليها، اكتر من كده اقل من كده، كل كيلو قصاده معلقة واحدة من الزيت، السكر، الملح، وبس كده. هتسيبيهم بقى يفضلوا يغلوا. شايفين الريم اللي على ظاهر على وش الصلصة؟ انا مش عايزاه يبقى موجود خالص. طول ما هي بتغلي هتبدأ يختفي وهتبدأ تتسبك وشكلها هيتغير تماما للون الغامق اللي انتوا شايفينه ده، ومش هيكون فيها اي وش او ريم ظاهر على الصلصة. كده هتعرفي انها اتسبكت، وزي ما شايفين كده بتطلع ناعمة جدا ممتازة جدا. تقدري تستخدمي منها البرطمان على طول في اي طبخة، بامية، بسلة، سبانخ، كوسة، بطاطس، اي حاجة اللي انت عايزاه. وطبعا اول ما تفتحي البرطمان لو اخدتي منه جزء والباقي لا، شيليه في التلاجة طالما اتفتح. تمام. اهم حاجة بقى انها بتتعبى سخنة، زي ما رفعتيها من على النار في ساعتها تشيليها في برطمانات ازاز مغسولة نظيفة متعقمة وناشفة. واول ما تعبي ما تسيبيهاش تبرد ولا اي حاجة خالص، زي ما هي كده بالغطيان بتاعتها تقفليها على طول وتقومي قلبها عشان تحافظ على التعقيم بتاعها، والهواء اللي جوه ده يبدأ يتعقم، فبالتالي ما يفسدش معاكي الطماطم ولا الصلصة بتاعتك نهائي. انا طبعا بمسكها بفوطة لان سخنة جدا جدا جدا. المهم ان انا بفضل قلبها لحد امتى؟ لحد ما تبرد. اول ما تبرد بقى معايا ببدأ اعدلها واشيلها بقى في اي مكان، في المطبخ، في رف، في ظرفة، في اي مكان. اخر وصفة معانا في الطماطم، هحتاج 2 كيلو ونص من الطماطم عشان نعمل بيها تسبيكة صلصة البيتزا او صلصة المكرونة. انا الاتنين بعملهم بنفس الطريقة على فكرة. عايزة بقى تشيليها على انها صلصة للمكرونة هيبقى حلو قوي، عايزاها للبيتزا لو انت ناوية ان شاء الله باذن الله يعني تفرزي بيتزا هيبقى حلو قوي برضو. تمام. طبعا قلت لكم كمية الطماطم اللي كانت في البداية دي انا مصورة الفيديو كله ورا بعضه، يعني كل الحلل كانت على النار على بعضها مع بعضها في نفس الوقت. المهم ان انا خدت 2 كيلو ونص من الطماطم، رفعتهم على النار وسبتهم يتسلقوا زي ما انتوا شفتوا معايا اكتر من مره. خلاص كده نزلت الميه بتاعتها. اخدت الطماطم بعد ما استوت حطيتها في الخلاط على طول عشان نبدا نضربها مع بعض. هنا بقى محتاجه ان انا اضرب الطماطم نفسها. بصراحه ما خدتش الميه بتاعتها، هتطول معايا جدا على النار، وانا عايزه يعني خلاص انجز. عايزه اقول لكم الوقفه في المطبخ مع الكميات دي كلها الحمد لله طبعا، غير ان الميه اصلا كانت عماله تقطع وتروح وتيجي، فالحمد لله. المهم يعني ان انا هضرب الطماطم دي كلها وهبدا ان انا ارفعهم على النار. طبعا انا قبل ما احط الصلصه على النار محتاجين نعمل لها شويه خلطه كده عشان تبقى مختلفه ومميزه، خلطه البيتزا او خلطه صلصه المكرونه. معايا هنا بصلتين كبار فرمتهم فرم ناعم عادي جدا، حطيت معاهم 3 فصوص من الثوم قصاد 2 كيلو ونص من الطماطم، يبقى بصلتين كبار 3 فصوص ثوم و2 كيلو ونص من الطماطم. خلاص كده نزلت بالبصل المفروم مع الثوم على كمية حلوة كده من الزيت في نفس الحلة او الطاسة او ايا كان اللي عملتي فيه الطماطم. تمام كده. وهبدأ ان انا احمر البصلة بتاعتي كويس جدا. انا مش عايزاها بقى لا تبقى نية ولا حتى دبلانة وخلاص، انا عايزاها متحمرة مش واخدة لون، بس يعني ما يبقاش فيها مية نهائي. دلوقتي هي في مرحلة انها بتستوى، فلسه انا عايزاها توصل لمرحله انها تتصفى تماما من الميه اللي فيها وتدخل في تحمير. في الوقت ده انا حطيت معاها ايه؟ حطيت معاها معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره فلفل اسمر، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره من الزعتر. هي دي المكونات والاضافات اللي انا هحطها في صلصه البيتزا او صلصه المكرونه، نفس البهارات بالظبط. هفضل بقى اقلب فيها لحد ما البصل يستوى ويبدا يدخل في تحمير، وتبدأ ينزل من البصل زيت بدل ما كان بينزل منها مية، لا هينزل منها زيت، فهي كده تمام اتحمرت وصلت للدرجة اللي انا عايزاها. هبدأ بقى ساعتها احط عليها الطماطم اللي احنا لسه ضربينها في الخلاط ونسيبها مع بعض تتسبك كويس جدا. هي مش هتطول خالص لان الطماطم اصلا مستوية، هي بس هتاخد غلوتين 3 لحد ما تبدأ تستوي معايا كويس جدا وتتسبك كلها مع بعضها. اخر حاجة هحطها ممكن هي معلقة كبيرة من صلصة الطماطم الجاهزة، ودي اختيارية برضو، او ممكن تحطي بابريكا براحتك. وهنا كده وصلت الطماطم معايا لاخر مرحله وهي التسبيكه النهائيه. شايفين بقى خلاص السوائل قلت فيها، بقت متسبكه كويس جدا وبتغلي بقى وبتبقبق بطريقه رهيبه.
كده هبدا اطفي عليها، هسيبها تبرد تماما برضو. واول ما تبرد معايا هبدا ان انا اعبيها. وعشان اقول لكم ان انا يعني بحاول على قد ما اقدر اخليهم مختلفين عن بعض التعبئه بتاعتها، فاخترت العلب الصغيره دي على قد كمان الاستخدام. لو انا هستخدم بيتزايه واحده او بيتزتين صغيرين، بطلع علبه من اللي انا ماسكاهم دول وبحطهم على وش البيتزتين، بيبقى كميه معقوله جدا ومناسبه جدا. احتجت اكتر عملت بقى كميه حلوه من البيتزات، بطلع اكتر من علبه. المهم ان انت تشيلي الحاجات في احجام صغيره احسن ما تشيليها في كبير وتفكي كميه كبيره وانت مش عايزاها كلها. خلاص كده هقفل بقى عليهم اول ما يبردوا. وبرده هجهز الليبل بتاعي وهكتب عليه بيتزا عشان ما انساش، او صلصه مكرونه برده براحتكم، الاتنين نفس الوصفه. وبس كده عملت معايا الكميه الحلوه دي. بالنسبه للبيتزا هيبقى حلو قوي، لو لصلصه هيكفي معاكي مثلا 3 مرات او 4 بالكتير وخلاص. تعالوا بقى نشيل كل تجهيزاتنا اللي عملناها. طبعا الطماطم دي اللي احنا اول وصفه عملناها خالص اللي في الكوبايات، فسبتها تتجمد كده في درج لوحدها عشان تبقى براحتها، مفيش حاجه تتقلب ولا اي حاجه. طبعا بعد التجميد تقدري تلفي عليهم ستريتش، تقدري تقفلي عليهم بكياس، بس انا يعني اختصارا للوقت، لان زي ما قلت لكم كانت يعني كذا حل على النار، فقلت اخلص وابدا اشيل الحاجه، وبعد كده بقى انا رايقه ابقى اقفل عليهم باي ستريتش او اكياس بلاستيك من اللي هي بتاعه التلاجة، بقطعهم كده قطع صغيره زي البرجر وبقوم مغلفه الوش بتاعها. وبس كده هبدا بقى ارص صلصه البيتزا، هحط كمان صلصه المحشي، الاكياس اللي احنا عملناها. والعلب دي نفس فكره الكوبايات، مجرد ما بتتجمد اقلبيها بقى في اي مكان انت عايزاه، نيميها وقفيها يعني براحتك، بس اهم حاجه تتجمد على نفس الوضعيه دي عشان تحافظي طبعا على شغلك وتحافظي على نظافه الفريزر. بعد ما بيتجمدوا طبعا يعني رصيهم في اي رف يعجبك زي ما انت عايزه. دي اكياس المحشي كمان رصيتها اهو، وكده بقى تمام جدا الحمد لله رب العالمين. يعني طبعا بتاخد مجهود، بس عايزه اقول لكم بجد النتيجه بتبقى مرضيه جدا، وبتقعد معاكي وقت حلو، وبتنقذك اوقات كتيره، او طول الوقت بتنقذك مش اوقات كتيره بس. ودي طبعا المواعين اللي خرجت من الصلصه. يعني ناس كتير بتقعد تقول لي المواعين بقى فين؟ لا، فقره المواعين دي انا لو صورتها هتتعقدوا مني. وده برضو شكل البوتاجاز بعد ما خلصنا الصلصة، فطبعا يعني محتاج شغل. المهم بقى ده بعد فترة كده قلت لازم ادخل اعمل بقية الحاجات بتاعت النهاردة. طبعا كمية البصل اللي انا كنت محضراها، قلت كده اشغل حاجة من اللي انا بحب اتفرج عليها، مسلسل رأفت الهجان اللي ما بزهقش منه ابدا ابدا يعني، فقلت كده اشغله جنبي وانا بتفرج وبشتغل في نفس الوقت. اي حاجه انا تحت امرك، بس ارجع هناك تاني. اي حاجه انا مصدقك، بس خلي بالك دي مش لعبه. هترد عليك انت يعني. المهم من ضمن الحاجات اللي انا عايزه اشتغل فيها كمان في نفس اليوم خضره محشي وكمان بصل. بما اننا بقى عملنا الصلصات بانواعها، فاكيد طالما عملنا حسابنا في صلصه المحشي يبقى احنا محتاجين خضره محشي، ومحتاجين كمان البصل واشيله، لان اولا سعره حلو جدا اليومين دول، وكمان انا بحتاج منه على طول. فانا بقالي فتره ما عنديش بصل، فعندي معاناه كبيره بقى، كل يوم لازم افرم، وكل يوم احتاج بصله ولا 2 اطلع الكبه الكبيره وافرم فيها بصله. طب على ايه؟ انا لازم يبقى عندي كميه كده حلوه شايلاها، اسحب منها تخلص اعمل غيرها وهكذا. طبعا مش هقول لكم ان البصل ده رمضان بس، لا انا بستخدمه طول الوقت، يعني من تاني يوم ان شاء الله هستخدمه عادي جدا. المهم ان الخضره بقى، تعالوا اقول لكم على الاسعار. زي ما قلت لكم انا جبت الطماطم كانت ب 8 جنيه الكيلو، ف 15 كيلو الراجل اداهم لي بصراحه ب 110 كلهم، لما لقاني يعني عايزه كميه وكده اداني كله على بعضه ب 110. جبت كمان ب 30 جنيه خضره، كل 10 جنيه في كيس، 10 و10 و10، يبقى كده مع الطماطم عاملين 140 جنيه، والبصل عاملين 50 جنيه، لان انا جبت 5 كيلو ب 10 جنيه الكيلو، يعني ب 10. خلاص يعني 50 كيلو بصل مع ال 140 بتوع الطماطم والخضره، يبقى كله 190 جنيه. يعني التفريزات اللي احنا عملناها النهارده دي اللي هي بتبقى من اساسيات المطبخ عاملين 190 جنيه. انا عاوز اقابل شخصيه مسؤوله عن ايه بالظبط؟ بلاش الاسلوب ده في الكلام معايا يا ابو الغزال.
كويس قوي انا عاوز اعمل ايه بالظبط. قول لي انا الاول. طبعا الاسعار اللي انا قلت لكم عليها دي تقدروا طبعا تتحكموا فيها على حسب الكميات اللي انتوا عايزينها، وعلى حسب طبعا كل منطقه والتانيه بيبقى الاسعار فيها ايه. بس يعني بالنسبه للشتاء الخضره فيها بتبقى حلوه جدا. اوقات كتير بخزن في اواخر الشتاء كده للصيف، لان الصيف الخضره فيه قليله جدا وبتبقى ضعيفه كده. فالشتاء بصراحه الخضره فيه حلوه قوي، فممكن اشيل منه كذا كيس كده يعيشوا معايا في الفريزر ما بيخسروش خالص. بس طبعا لازم اكون مقطفاهم ومخرطاهم حلو. المهم بقى دي كميه الخضره بعد ما غسلتها كويس جدا 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 اكتر من مره، وصفيتها اكتر من مره لحد ما الميه بتاعتها نضفت تماما من اي حاجه فيها. جبت بقى عندي هنا كيس المخده، ده محدش بيستخدمه خالص، بس هو قطن 100% لان حجمه صغير قوي عن الخدديات اللي عندي. المهم ان انا بستخدمه في الاستخدامات اللي انتوا شايفينها دي. ودي برضو قماشه قطن برضو بستخدمها في المطبخ، فردت عليها بقيه الخضره بدل بقى ما استخدم المصفى بتاعه الخضار او اللي هي بتلف كده بالخضار، مش عارفه اسمها غسالة الخضار او حاجه زي كده. المهم يعني قلت الكميه هتبقى كبيره هتوجع لي ايديا، فخلينا كده في الطبيعي. لفيتهم بالقماشه دي وفضلت سايباهم يتجففوا فيها لحد ما نخلص كميه البصل اللي احنا عملناها. ومش شرط خالص تخزني نفس نوعيه الخضره، يعني الخضره اللي انا استخدمتها دي كانت خضره محشي، كزبره وبقدونس وشبت. ممكن تشيلي اي صنف انت عايزاه، ممكن تشيلي اسمه ايه ده، السلق بتاع القلقاس. شيلي بقى كل اللي يعجبك، السبانخ طبعا، يعني اللي يعجبك كله. بس انا بدات بالحاجات اللي قلت لكم عليها اساسيات بتدخل في معظم الاكلات بتاعتنا، وبالذات المحشي لان ده اكتر حاجه بنحتاج فيها كميه حلوه كده. وممكن لو عندك عزومه تاخد منك وقت كبير، فانت لو مفرزه لها او حتى اشتغلتي فيها قبلها بيوم هتبقى حلوه قوي بالنسبه لك. المهم بقى البصل كمان من الحاجات اللي انا بستخدمها تقريبا يوميا زي ما قلت لكم، مش محشي بس ولا اي حاجه، في كل انواع الطبخ احنا بنحط بصل. احتجت بقى كميه صغيره كميه كبيره بتبقى عندي مفرومه في الاكياس، بسحب منها وقت الاحتياج. فبجد بتنجز معايا جدا من حيث المواعين، من حيث الوقت، من حيث كل حاجه. فتخيلوا يعني لو حد زي كده الكبه بتاعته الكبيره دي بصراحه هي حلوه ومنجزه، بس في الاوقات اللي بيحتاج فيها كميات صغيره لا، يعني طبعا بهدر في كل حاجه. غير ان حجمها كبير بقى عشان تتصفى، حجمها كبير عشان تتشال، عشان تتنقل، تطلع وتنزل وهكذا. اهم حاجه في البصل كمان اثناء تخزينه او تقشيره او اي حاجه بتستخدمي فيها بصل لازم تغسليه على طول. يعني انا الكميه كل ما بقشر واحده بحطها في الحوض، لان لسه هتتغسل كويس جدا وتدعك بايديا كده كويس قوي قوي، وتتشطف مره واثنين وثلاثه. وبعد كده ابدا انقلها بقى في البوله دي بعد ما تكون اتغسلت، واقطعها على اربع كده عشان ابدا افرمها في الكبه. انا كنت الاول كمان بفرم البصل بالاضافه ان انا بشيل منه حلقات برضو متفرزة، لان الحلقات دي بستخدمها في حاجات كتير، من ضمنها صينية البطاطس بحط فيها، لو عايزة اتبل فرخة، لو عايزة اتبل اي حاجة من الحاجات، الطواجن او مثلا ورقة لحمة بحتاج فيها بصل حلقات. فيعني انا بحب كده اشكل الحاجات اللي انا بحبها وبستخدمها دايما. فطبعا دي برضو بترجع لاستخداماتك انت باحتياجاتك انت. خلصت الكمية بتاعتي هبدأ بقى افرمهم. جدعون، احنا لازم نعمل اجتماع. انا شخصيا موافق، بس هنقول بعد ما خلصت كمية البصل كلها وفرمتها كلها واتأكدت ان كلها الحمد لله بقت ناعمة، نقلتها في بولة كبيرة سبتها على جنب. والمفروض بصراحة البصل يتشال على طول في اكياس، بس كنت عايزة اخلص من الخضرة كمان، يبقى كله مع بعض قبل ما اشيل الكبة عشان طلوعها ونزولها على الرف مش قادرة اقول لكم يعني بيهلكني قد ايه. فقلت كده افرم بسرعة مطرح البصل الخضرة. تمام. انا مش من النوع اللي انا يعني بقطف الخضره لحد ما اشيل العيدان كلها، لا، يعني العيدان السميكه الطويله قوي دي طبعا بتخلص منها، لكن في عيدان مقبوله وعاديه جدا ممكن تتحط بتبقى حلوه وبتدي لون اخضر، مفيش اي مشكله فيها. اهم حاجه كل حاجه تتفرم كويس، ودي خضره يعني ما فيهاش اي مشكله. المهم يعني هفرم بقى حبه حبه كده وبأديهم قصه بالمقص، عشان كل ما كانت العود طويل بيلف على السلاح، فكأني ما فرمتش ولا عملت اي حاجه. طبعا التصوير اللي بيبقى معاكم دقيقتين و3 مش قادره اقول لكم اصلا بياخد وقت قد ايه، وقفه ومجهود. الحمد لله طبعا اكيد كلكم جربين وعارفين ان الحاجه يعني على قد ما بتاخد وقت بس بجد بتريحنا فيما بعد. المهم خلصت فرم كده زي ما انتم شايفين، الفرم بيبقى ناعم، بيبقى مريح جدا، وتقدري بقى يعني لو خدتي منه كوبايه واحده بتبقى مركزه، لان الفرمه ناعمه ما بيبقاش هايش كده وخلاص وعامل فوليوم، لا بيبقى فعلا كوبايه خضره، يعني كوبايه محترمه مليانه من الخضره. تمام كده سبتها على جنب. قلت يعني بسرعه كده هخطف الغدا
بقصر قوي انا ايام التفريزات في الغدا والحاجات دي، بس يعني بنحاول. المهم حلة النار اهي عليها شوية مية، ابدا احط فيها الفرخه اللي انا متبلاها دي، وهسيبها بقى تتسلق مع نفسها لحد ما اكمل تكييس وتعبئه للبصل وللخضره. والحمد لله الغدا النهارده ما خدش وقت، كنت هدفي اصلا ان انا اعمل شوربه وفراخ ورز، بس قلت يعني اعمل طبق ملوخيه صغير كده جنبهم طالما عاملين شوربه بس كده. المهم الحمد لله يعني ربنا بيوفق والله، اهم حاجه خلصي النيه كده. عايز اقول لكم في حاجات والله يعني الطماطم دي وانا شغاله عليها لو استغفرتي مع كل طماطمايه، سبحتي ذكرتي الله، مش قادره اقول لك البركه هتبقى في اكلك وفي كل حاجه. كفايه انت نفسك هتبقي حاسه انك ما بتضيعيش وقتك، ما بتهدريش، حتى لو انت قاعده مش واقفه افضلي اذكري الله على كل حاجه بتعمليها. اعرف ناس كانت بتذكر الله على حبايه المحشي وهي بتلفها، فناس اكلها بجد سبحان الله في بركه رهيبه وطعامه يعني الناس كلها بتشهد بيه. المهم خلصت تعبئه كده للبصل، انا بحط كميه حلوه كده في كل كيس، كيس تلاجة عادي جدا، بفضي منه الهواء وبعد كده بقوم قافله اخره وافرد في مساحه الكيس كلها فرده كويسه لحد ما اخلص الكميه كلها. نفس الكلام في الخضره برضو، هحط كده 3-4 كبشات في كل كيس اطلع منه زي ما انا عايزه. بحاول احط كميات مش كبيره عشان زي ما قلت لكم الكميات الصغيره ممكن ازود فيها كيس و2، لكن الكميه الكبيره لو طلعتها تفك خلاص انت فكيتي كل الكميه وانت مش محتاجه غير حبه صغيره بس، فالكميات الصغيره احسن. خلاص كده برضو فضيت الهواء منهم واشيلهم في الفريزر على طول. بصل، خضره، صلصه بكل انواعها بفضل الله، يعني كنت مش مصدقه ان انا خلصت. ان شاء الله اللي جاي هيكون اهون، ويعني ما فيش حاجه ما بتاخدش وقت ولا تعب ولا مجهود، بس يعني على قد ما نقدر كده احنا بنبسط الامور على بعضنا عشان الموضوع يبقى فيه تشجيع وكلنا كده نبقى متشجعين ببعض. كيس الملوخيه ده مجهزه جنبي كان خلاص بيفك، حطيت توم، سمنه، كزبره زي ما انتم متعودين، حطيت كمان يعني نص الكيس تقريبا بتاع الملوخيه، بديله غلوتين 3 بصراحه، بسيبه يفك تماما واديله غلوتين 3 مع الكزبره والسمنه، وبعد كده بنزل عليه بكميه الشوربه المناسبه وخلاص على كده. الفرخه بعد ما اتسلقت دخلتها الاير فراير برضو زي ما انتم متعودين، فالاكله تقليديه جدا جدا بس قد ايه بسيطه وحلوه ومنجزه وتنفع يعني في يوم سريع. الحمد لله رب العالمين. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، وكل عام وانتم بخير يا رب العالمين، واشوفكم باذن الله فيديوهات تانية كتير تخص رمضان، وربنا يا رب يكتب لنا السعاده في بيوتنا ويفرج همومنا كلنا يا رب العالمين على دخلة رمضان. اشوفكم على خير باذن الله في فيديوهات تانية كتير، وتنسونوش من صالح دعائكم. مع الف سلامه حبايب قلبي.